طيب ركز معايا عشان الموضوع اللي جاي ده خطير جدا جدا. لو انت واقع في الانجليش وبتتأسس معايا من الصفر فركز معايا. كلنا عارفين البروناونز او السبجكت بروناونز اللي هي ضمائر الفاعل اللي هم كانوا I he she it we you they، وكنا عارفين معناهم انا هو هي حاجه مفرد وغير عاقل، احنا انت او انتي او انتم، هما او هن. اوكي هن ماشي. طيب ايه بقى الموضوع؟ عندي كذا نوع من انواع الضمائر. يعني ايه subject pronoun او ضمير فاعل؟ يعني ينفع يبقى الفاعل I eat fish، انا باكل السمك. عموما she is eating pizza، هي بتاكل بيتزا دلوقتي. خلاص. طيب ايه بقى الانواع التانية من الضمائر؟ هنحول بقى ده وده لايه بقى؟ للملكية. تعال نشوف هيبقى عامل ازاي. لو انا مثلا عايز اقول حاجة بتاعتي، عايز اقول قلمي كتابي كراستي، فهقول ماي. عايز اقول مثلا كتابي ماي بوك، عربيتي ماي كار، قلمي ماي بن. طيب هو عايز اقول بقى حاجته هو بتاعته هو، هنقولها هيز، فنقول his car his pen his house. طب بتاعتها هي her car her book her dress، فستانها. طب عايز اقول حاجة مفرد وغير عاقل، يعني مثلا القلم غطاه، الترابيزة رجلها، الكاميرا عدستها، القطة ديلها، فنقول كده اتس. بص اتس ومن غير ابوستروفي ولا حاجه كده اتس. لو انا مثلا قلت مثلا اتس تايل يعني ديلها، اتس ليج يعني رجلها، ترابيزه يعني، اتس اي حاجه بقى براحتك. خلاص. طيب وي تبقى اور بتاعتنا، اور هاوس بيتنا، اور كار عربيتنا، اور بن قلمنا، اور فريند صاحبنا. طيب يو انت تبقى your car. This is your car. دي عربيتك. This is your pen. ده قلمك. This is your house. ده بيتك. طيب they تبقى their، فعايز اقول بيتهم their house. ممكن مثلا اشاور على بيت، احنا خدنا this وذات، بقول ايه؟ that is their house. ده بيتهم. that is their car. دي عربيتهم، وهكذا. خلاص. ممكن تبقى جامعة اقول these are their cars. دي عربياتهم. يبقى اللي انت عارفه my